السلام عليكم، عاملين ايه؟ وسع بقى كده على عربية الترمس والحلبة. هنعمل تسالي البلاج الجميلة والشواطئ كده الحلوة اللي احنا بنتمشى على الكورنيش كده وبنقزقزها. ترمس والفول كده والحمص الشام والحلبة. حاجة بقى كده ايه، تسالي الصيف الجميلة البلدي الحلوة بتاعتنا. سيبكوا بقى من المكرمشات والشيبسيات والحاجات اللي ابتدعوها الجديدة اللي كلها مصنعات وكلها حاجات مواد حافظة. وتعالوا بقى مع قناة منوعات أسرة بسيطة نعمل تسالي الصيف الجميلة بتاعتنا الحلوة المصرية الأصيلة. ولا أحلى ولا أطعم منها طول ما احنا كده في الصيف كده وعلى البلاج. أول حاجة كده أنا جبت الترمس من اللي هو البلدي اللي هو المر. لو انتي حابة تجيبي اللي هو السريع اللي هو يدوب تغليه وتحليه على طول تمام مفيش مشكلة. بس أنا بحب البلدي، يعني أنا اتربيت طول عمري والدتي معودانا على ده. وده فول بلدي ودي حلبة. هنعمل الحلبة المنبتة. هي فيها شوية تريكات كده هقولك عليها تخلي بالك منها عشان تنجح معاكي وتبقى كده ان شاء الله زي الفل وتاكلي احلى حلبة منبتة وتكون مفيدة ليكي ولأسرتك. اول حاجة كده بنقي طبعا الفول والترمس والحاجة بتاعتي دي من اي حصى فيها علشان تبقى نظيفة معايا. وهنقعها لتاني يوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا نقيت الفول وكمان الحلبة برضو هنقيها كويس جدا من اي حصى فيها وهغسلها كويس تحت المية. وادي الترمس برضو اي برضو ترمسية كده بايظة اي حصوة اي حاجة هشيلها منها. اهم حاجة ان انت بتعملي الحاجات دي في بيتك بنظافة ضمن نظافتها. يعني ربنا يا رب يرزق كل عبيده، ده موسم ليهم صحيح انا عارفة، بس الحاجة انت بتعمليها في بيتك بنظافة. نقعتهم كلهم همت في مية لحد تاني يوم. الحلبة يا جماعة كل مثلا ساعتين 3 كده هكب المية اللي عليها واغيرها عشان احلي المرارة اللي فيها شوية. احاول اخلي المرارة اللي بتبقى في الحلبة تنزل منها شوية. انا كده تاني يوم الصبح الفول بتاعي ما شاء الله برضو نفش خالص وبقى جميل اهوت. وادي الترمس. اول حاجة انا صفيت الترمس من المية اللي فيه وحطيت له بقى مية نظيفة وهولع كده عليه النار واسيبه بقى مع نفسه. والفول بتاعي هصفيه ولازم كده اشكشكه على النار شوية. في ناس ممكن تولع الفرن وتحطه، وفي ناس زي كده هتعمله على البوتاجاز من فوق. الطريقتين صح ومفيش اي مشاكل منهم. بس انا طبعا عشان هما كانوا حبة مش كتير لان انا عاملة كذا صنف مع بعض، فانا عملته كده على الطاسة على طول اسهل لي بدل ما اولع الفرن على الشوية الصغيرة دول. طبعا الفول ده بقى عايز طولة بال شوية، هتفضلي على نار هادية تفضلي تقلبي فيه كل ما يشعوط معاكي وكل ما يلدع كده من التحميصة بتاعته كل ما كانت النتيجة بتاعته احلى وكان طعمه جميل واستوى معاكي اسرع. انا طبعا بجري الصورة لكن انتي هتغيبي شوية فيها. لازم أن الطاسة تكون بتاعتك سخنة وتفضلي تقلبي فيه كده لحد ما يلدع معاكي. كل ما ياخد لون كل ما هيستوي. شايفة اللدعة اللي هي بدأت تظهر فيه دي هي دي اللي أنا عايزاها. كل ما تبقى أكتر وتسمر أكتر معاكي كل ما هيبقى طعم الفول أحلى وهتستمتعي بطعمها وهتكون مستوية معاكي وكويسة. تعتبر هي دي مرحلة التسوية بتاعته، لان هو النقع برضو بالنسبة للفول مش هيخليه يستوي زي الترمس كده معاكي او زي الحمص. فاحنا المرحلة دي هي دي كده اللي انا اعتبر بسويه فيها. فكل ما هتقلبيه وتحمريه وتديله اللدعة اللي هي فيه ديت زي ما قلتلك هتبصي تلاقيه معاكي طعمه حلو. طولي بالك عليه وما تزهقيش، اعملي الحاجة في البيت وانبسطي انت واولادك. انتوا خارجين مثلا رايحين النادي شوية في الصيف كده خدوا لكم من كل حاجة حابة معاكي او تشكيل على بعضها. او خارجين مثلا رايحين الشاطئ هتعملي برضو الحاجات دي وتاخديها معاكي يتوفر معاكي برضو في المصاريف. كل طبعا البيوت دلوقتي معروف ان المصاريف كتير وبس برضو الولاد من حقها تنبسط. انا دلوقتي غسلته بقى تاني بعد ما نزل من على النار وحطيته في شوية مية. هبتدي بقى اعمله المية اللي انا هنقعه فيها دي مية مغلية وبسيبها لما تبرد. لازم اغليها جامد واسيبها لما تبرد. لازم تبقى معقمة لان انا خلاص هحفظه فيها في التلاجة او مثلا حتى لو في المطبخ عندك. وهعصر كده ليمونة ومعلقة كمون ومعلقة شطة وبقلبهم في المية وهبتدي احطه فيها كده هيفضل ولا يجراله اي حاجة والمية عمرها ما هتغير ولا هتعمل ريم. لان زي ما قلتلك انتي بتغليها وتسيبيها لما تبرد. وهحطه بقى في قلب المية بتاعته دي وهسيبه
لغاية ما اجي استعمل منه. كده هو تمام، مفيهوش اي حاجة ومش هيحتاج اي حاجة مني. الترمس يا جماعة هو بيغلي على النار بيطلع ريم كده، حاولي ان انت تشيليه ما تسيبوهوش فيه، علشان ده بعد كده بيعمل طبقة سمرة كده وما بتبقاش حلوة او ظريفة يعني في البقوليات عامة. لما تيجي تسلقيها حتى لو لوبيا او بسلة او اي حاجة بتلاقيها تطلع ريم كده، شيليه بالمعلقة بكل بساطة وتخلصي منه، وسيبي بقى الترمس ياخد سواه براحته في مية نظيفة ما فيهاش بقى اي حاجة. هي دي بتعتبر الميكروبات اللي بتبقى طالعة برضو منه او السموم بتاعة البقوليات. فانتي شيليها اول باول، اول ما تلاقي كده طبقة الريم دي طلعت على الوش ابتدي شيليها بالمعلقة كده ببساطة او بالمصفى وتخلصي منها على طول. وهنا بقى بتاع الحلبة بتاعتي كانت منقوعة وغسلتها كويس تحت المية وصفيتها في المصفى. وهجيب بقى الشبكة ديت لو عندك تمام، ما عندكيش هتجيبي مصفى لو بلاستيك او ألمونيا، اي مصفى عندك، المهم حاجة تبقى مخرمة عشان تنزل المية الزيادة اللي انا هرش بيها الحلبة. انا بحب اعملها في القراطيس ديت بتبقى اظرف، بحيث ان انت حتى لما ترصيها في الطبق كده اللي يجي ياكل ياخد كده الايه القرطاسايه كده على بعضها وياكلها. وببتدي اقفل كده، القرطاس ساهل مفيهوش حاجه، هعمله معاكي برضو تاني. بصي بتبرمي الورقه كده على بعضها وايدك في النص بتبقى فيها الفتحه دي، وابتدي اعبي بقى الحلبه بكميه مناسبه مش كتير وابططها كده بايديا علشان ما تبقاش فوق بعضها ورصها في قلب المصفى. ممكن ما تحتاجيش للقراطيس دي وترصيها كلها في قلب المصفى او البلاستيك اللي معايا ديت، وبغطيها بغطا بقماشه بيضه او قماشه نظيفه عندك، بس تكوني مش هتحتاجيها بعد كده لانها بتصفر من الحلبه. بس انا بالنسبه لي كانت لما بتكبر بتدخل في الاخرام بتاعه المصفى دي، فكانت بتضايقني وانا بشدها وبقطعها. لكن كده القرطاس ده اظرف واحلى، وبتطلع كده ايه منسقه ان هي حبه كده اللي يقعد ياكلها تبقى سهله معاه في الاكل. انا عملت الكميه كلها، هبتدي اسقيها بقى بالميه. بحط تحت المصفى ديت يا جماعه صينيه علشان اي ميه زياده تنزل فيها ما تغرقليش الرخامه، وبغطيها بفوطه مبلوله برضو، وبحطها في مكان يكون جيد التهويه يعني ما يكونش حر قوي. يعني نقي مكان كده عندك في المطبخ يكون فيه تهوية كويسة. انا عندي حطيته في الركن ده، وانا عندي اصلا مروحة في المطبخ، بس مش هضحك عليكي لو يوم الدنيا حر قوي كنت بدخلها التلاجة، لان الحلبة حساسة شوية وممكن تعمل ريحة مش كويسة وتبوظ معاكي. هنا الترمس بتاعي بعد 3-4 ايام كل يوم كنت بغير له المية الصبح وبالليل، وفي الحر ده كنت بغيرها في نص النهار برضو علشان خاطر المية ما تعملش معايا برضو ريم. كنت بغير له المية حوالي 3-4 ايام، احلو معايا وبقى تمام. برضو غليت مية وجبتها لما بردت خالص، حطيت فيها معلقة كمون ومعلقة شطة ومعلقة ملح وبرضو فص ليمون، وهبتدي اقلبها وادوب الملح بتاعي كويس واحطها على الترمس دي برضو اللي انا هحفظ فيها الترمس بتاعي واستعمل منه زي ما انا عايزه. بس لازم اهم حاجه اكون غاليه الميه كويس واسيبها لما تبرد خالص. كده انا عقمتها بحيث ان انا لما احفظ فيها الترمس ما تعملش ريم او تعمل التلزيقه اللي بتبقى مش حلوه دي، لا كده هتبقى الميه بتاعتي نظيفه وحلوه. انا هفضيه برضو في بلاستيكاش صغيره شويه عشان اعرف ادخله التلاجة. لو هو ترمس من اللي هو الحلو هتغليه وتصفيه من الميه وهتبتدي تعملي له المرحله دي على طول. لكن لو هو مر زي اللي انا جايباه هتقعدي حوالي 3 ايام او 4، انا مش هكدب عليكم هما 4 ايام معايا قبل ما احلو. بفضل اغير له الميه 3 مرات لحد ما يحلو طعمه، ببتدي بقى اعمل له الخلطه دي. هنا بقى حمص الشام او الحلبسه، عشق الاطفال كلهم برضو على الشاطئ بيحبوا ياكلوها. انا برضو هغليها برضو على النار وهعملها واجهزها. انا كده غسلته، هبتدي برضو انقعه لتاني يوم الصبح عشان برضو لو في اي حاجة تخرج منه. انا كده حطيت له مية نظيفة ونقعته فيها وهسيبه كده لتاني يوم. تاني يوم صفيت من عليه المية ما شاء الله نفش برضو معايا، حجم الحمصاية كبر برضو عما انا نقعتها ولونها فتح كده وبقى جميل. هبتدي احط عليه مية سخنة مغلية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. هبتدي برضو أقلبه كده وأغطيه وأولع عليه على نار هادية وأسيبه برضو لغاية ما يستوي. هبص على الحلبة بتاعتي، بصوا ما شاء الله بعد 3 أيام بصوا الجمال ما شاء الله زرعت وبقت جميلة. كل يوم يا جماعة كنت بطلعها أسقيها وأقلبها، اللي تحت بطلعه فوق واللي فوق بنزله تحت،
ما بسيبش وضع الورق زي ما هو واكب ميه عليها كل يوم وخلاص. انا بقولك لازم تغيري وضع كل ورقه، وتكبي الميه اللي موجوده في الصينيه دي وتغيريها وتشطفيها قصدي، علشان خاطر ما تعملش معاكي ريحه تعمل على الحلبه، او لان الحلبه زي ما قلتلك حساسه. بس ما شاء الله شوفوا زرعت وخضره كده وجميله وفوائدها. يعني ادخلي على النت كده وابحثي وشوفي بقى فوائد الحلبه المنبته ديت قد ايه. يعني ده حديد طبيعي كده للولاد ولينا، ومطهر معوي، يعني ما شاء الله عليها كلها فوائد. انا برضو بدلت القراطيس زي ما قلت لك وسقيتها ميه نظيفه، وغسلت الفوطه بتاعتي وعصرتها نص عصره وشلت برضو ايه على جنب. هنا برضو بشيل الريم اللي طالع من الحمص. زي ما قلت لك اي بقوليات لما تيجي تسلقيها وتطلع الريم ده حاولي ان انت تشيليه اول باول، علشان ما يعملش طبقه الريم الاسود دي، ما بتبقاش حلوه وبرضو بتغير طعم الميه. انا الميه دي انا محتاجاها كمان علشان خاطر انا هعمل منها الحلبسه او حمص الشام اللي بناكله على العربيات بالدقه بقى والشطه كده. هحضر الخلطه اللي انا هحطها عليه. دي بصلايه متوسطه لان انا مش عامله كتير، دي بصلايه صغيره وطماطمايه، وده واحده فلفل من اللي هي المكبب ديت حمراء او اللي هي الالوان، بس انا كانت متقطعه عندي لان انا كنت شايلاها في الفريزر. هبتدي كده اقطعهم واضربهم في الكبه بتاعتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هحط عليهم كبشتين من المية بتاعت الحمص اللي هو بيستوي فيها. هضربهم كويس جدا عشان ما يضايقونيش واحنا بناكل الحمص، ما نبقاش حاسين بيهم يعني ان هم حتت كبيرة. هنعمهم على قد ما اقدر زي صلصة الطماطم كده ما بتضربيها، يعني اتكي شوية كده عليهم في الضرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الكاميرا من كتر البخار بقت مزغللة شوية وانا ما اخدتش بالي. اللهم اجرنا من نار جهنم وحر نار جهنم يا رب، اللهم امين. هحط بقى معلقه ملح ومعلقه كمون وحبه شطه. انا مش بكتر الشطه عشان الولاد، بس انا عايزه اقول لكم ان انا لما عملت لهم الكوبايات بتاعتهم هم اللي زودوا شطه، قالوا يا ماما هم بيحلوش غير بالشطه. عفوا. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هسيبه يغلي شويه بالخلطه اللي انا حطيتها ديت عشان يشرب بس من طعم الطماطم والبصل والفلفل. هعصر كده ليمونه محترمه حلوه واحط عليها معلقه كاتشب وشويه خل، حبه خل كويسين كده، وبرده معلقه كمون ومعلقه شطه. ممكن تحطي توم باودر بصل باودر، برضو التطعيمات دي براحتك. انا حطيت برضو توم وبصل باودر وشويه ميه وهقلبهم. دي كده الدقه بتاعتي اللي هما بيرشوها لك على وش الكوبايه. طبعا هما بيبقوا مشطشطينها جامد، بس انا يعني ايه زي ما قلت لك انتي بعمليها براحتك وحسب رغبات اسرتك. يلا وسع بقى، عربيه حمص الشام وصلت. نبتدي بقى نغرف الكوبايات بتاعتنا كده. المية دي بيحبوها اكتر من الحمص نفسه، عايزه اقول لكم احلى من الاندومي بقى والحاجات اللي بياكلوها. عوديهم بقى على الحاجات الصحيه الجميله دي. بروتين يا جماعه، على فكره حمص الشام ده بروتين نباتي مغذي ومفيد جدا لنمو الاطفال. هبتدي بقى ارش عليها كده الدقه من على الوش. عملنا كده عربيه حمص الشام في البيت. وسع قدرة الحمص والكوبايات والشفاطه بألف هنا وشفا. ما شاء الله حاجات مسلية لذيذة وجميلة. وفتحنا عربية حمص الشام في البيت. ابسطي ولادك وفرحي أهل بيتك، واحتسبي عند الله كل الحسنات اللي انت ممكن تقدري تجمعيها لما تبسطي الأسرة كده وتعملي لهم حاجة بيحبوها.
انا والله كنا رايحين النادي واخدت معايا عادي، عملت الكوبايات وغطيتها كده بستريتش، كنت جايبه كوبايات مليه البلاستيك اللي هي زي بتبقى عند بتاع العصير القصب كده، وعملتها بالاستريتش واخدناه واكلناه واحنا قاعدين كده في النادي. كانت ظريفه وطعمها حلو. هنا الحلبه بتاعتي ما شاء الله بقى اهي، يوم الحصاد. من زرع حصد. انا بقى زرعت والنهارده يوم الحصاد بتاعي. بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله ما شاء الله، حاجة كده جمال. بصي طالعة من الورقة كده الحبة كده مع بعض. هبتدي كده افتح الورق بتاعي بالراحة، خلي بالك علشان هو من كتر المية اللي بتيجي عليه يعني بيبقى باش ورقيق. لو انت عندك ورق زبدة اعملي فيه، انا ما كانش عندي فاخدت ورق كده من الكراسات. عندك ورق من بتاع كراسات الرسم ده برضو ينفع. بصوا جمعنا المحصول، وهنا معايا حبة ترمس على حمص على فول، وهحط لهم كده شوية ملح وشوية كمون وشوية شطة، وأعصر لهم فص ليمون، وهبتدي برضو أقلبهم كده مع بعض. وبألف هنا وشفا. يلا. ولا أجدح عربية ترمس وحلبة. أخدنا سر الصنعة منهم. بصوا الجمال والطعامة اللي واقول لكم على كمية الفوائد اللي في الصينية ديت، مش هقدر اعدها ولا احصيها. يعني انتي ابحثي عن النت وشوفي بنفسك. ما شاء الله، ملا الحلبة المنبتة، ملا الفول، ملا الترمس وفوائده، والحمص الشام والحلبس طبعا. حاجة بقى كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. دلعنا ولادنا، وكل صيف وانتوا طيبين. ويا رب ما تنسونيش باللايك، وان تذكروا الله في التعليقات، وتصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.